هلو ريديت فام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. بغيت نبدا الحلقه ديال اليوم بواحد السؤال ليكم: واش عمركم بقات لكم شي حاجه اللي في الدار ولا في الزنقه اللي ويرد وكتقولوا راه وقيلا شي حاجه بارانورمال وما لقيتوش ليها حتى شي تفسير، وبقيتو كتقولوا حتى بلي راه يقدر يكون شي جن ولا شي حاجه بحال هكا؟ واو، جيت نقول لكم اليوم بلي راه ما كاينش شي جن قد بنادم. وبلا ما نطول عليكم يلا نشوفوا الاوبي شنو كتقول. بغيت نبدا ونقول لكم بلي عمري كانت عندي شي مشكله مع البارانويا ولا الدلوجنز ولا شي مرض نفسي بحال هكا، وما كنامنش بالاشباح وما كنامنش بشي حاجه بحال هكا ولا الالينز ولا المهم اي حاجه عندها علاقه بالبارانورمال. دابا عمري 35 عام وصعيب يبان لي شي مشكل نفسي في هذا العمر. مع ذلك حاسه براسي غنحماق وسط الدار، متاكده تقريبا بلي شي حاجه ولا شي واحد كيحرك ليا الحوايج اللي عندي في لابارتمون ديالي. وهادشي مني ما كنكونش في الدار بيان سور، فاش كنكون في الخدمه. انا كنعيش بوحدي وحتى واحد على حسب ما كنعرف ما عنده السوارت ديال لابارتمون. عندي شي دوبل، ولكن هادو بجوجهم حاطاهم في واحد المجره عندي في الدار. ووقت ما رجعت من الدار كنمشي كنقلب كنلقاهم باقيين في بلاصتهم. جربت نحط كيسان وطباصل في الطابله قبل ما نمشي للخدمه وناخذ ليهم التصاور ديالهم باش نقارن بين التصاور فاش نرجع للدار، ولكن حتى لدابا ما قدرتش نبروفي حتى شي حاجه. الحوايج اللي لاحظت تحركوا كما قلت لكم هو مثلا هاد الطباصل ديال الفطور اللي كليت فيهم الصباح، ونقول لكم بلي راه تحركت تقريبا واحد 30 سنتيمتر من بلاصتو. الشموعه حتى هما اللي كانوا وسط الطبله تحركوا للجنب ديالها، والقرعه ديال الشامبوان اللي تحركت من ليطاج الاول لليطاج الثاني. ونقول لكم راه عمرني ما حطيتها في هذاك ليطاج. كاينين حوايج اخرى اللي لاحظت ولكن صغار بزاف وكتخليك تقول يمكن لا، خصوصا دابا وليت منتبهه لاي حاجه كاينه في الدار وبزاف. الاكس ديالي كان عنده الكلي بيان سور ديال لابارتمون ديالي قبل ما نتفارقوا شي عامين هادي، ما تفرقناش بحتى شي مشكل ولا حتى شي حاجه خايبه. وهو دابا عنده جيرلفريند ديالو جديده، وانا متاكده ب99% راه ماشي هو. زايد على هذا الشيء بلي هو خدام في بلاصه بعيده وحنا ساكنين في جوتلاند. سولتو ليا ملي تحركت فيهم هذوك الحوايج واش كان هنايا في هذه المدينه اللي حنا فيها، زائد انه وصفت لي اللوكاليزاسيون ديالو في ميسنجر وبلي ما كانش تما في هذيك الوقيته. وهذا الشيء كان كافي يبين لي بلي راه ماشي هو. واحد النهار قلت اجي ندير كاميرا في الدار. شريت جوج وحطيت واحدة في الكوزينة والصالون، وواحدة أخرى في لونطري ديال الدار. واكتشفت بلي لابارتمون ديالي عندها 3 ديال السوارت من غير الضوب اللي عندي، ولكن ديال من هاد الساروت شكون اللي عنده. نعاود لكم على واحد جارتي اللي عندها حتى هي 35 عام، كانت كتقابل واحد القطيطه ديال الناس اللي كانوا ساكنين في هاد لابارتمون قبل ما نجي، وكانوا عندها هذوك الدبل ديال السوارت. وملي مشاو رحلوا ما ردتش ليهم السوارت. دونك كنا انا وياها فاش يلا جيت صحابات، الروح بالروح. ولكن بدات السيده كتولي شويه كليني وكتلصق وكتعيط ليا 15 مره في النهار، وكنهضر معاها اكثر من 4 سوايع. ما كنتش كنقدر نخرج من الدار بلا ما تسولني فين غاديه. والمشكله هو كتغضب فاش الا ما رديتش على لي ميساج ديالها، او الليله كنت غير ناعسه كانت كتكعى. الدراما ديالها كثرت ليا بزاف. المهم الدراما ديالها كثرت عليا بزاف وما بقيتش قادره نستحمل هذوك التصرفات ديالها. قطعت معها الهضره وقطعت معها العلاقه ديالنا كاملا ونهائيا. وهادشي كان كيبان ليا بلي راها احترمات زعما هذا القرار ديالي، ولكن راه غير كان كيبان ليا. وصدقات هي اللي كتدخل ليا لابارتمون، كتبقى تقلب ليا في البلاكارات ديال الكوزينه، في البلاكارات ديال البيوته وكاع المجوره ديال الدار فلاتهم، وكتبقى تحرك الحوايج ديالي بالعاني باش تخليني نحس براسي بارانويد ونتوسوس. كتعرف وقتاش نكون خارجه، حيت نقول لكم الباب ديالها راه قدام الباب ديال الدار ديالي، وكتبقى حاضياني وانا جيتها من الاخر.
قلت ليها بلي راه غادي نعيط للبوليس حيت ما بقيتش قادره نستحمل، وعلاش بغيت نفهم علاش كدير بحال هكا. المهم هي تخلعات، عيطات لباباها، وجا عندي باباها هو نقول لكم طبيب، وقال لي بلي السيده راه عندها borderline personality disorder، وهو نقول لكم واحد الاضطراب نفسي كيخلي البيرسون تعيش واحد التقلبات صعيبه في المشاعر ديالها وفي العلاقات ديالها الغير مستقره، والخوف ديالها الكبير من ان شي واحد يهجرها ولا يخليها، و صافي السيده كتبقى تصرف بواحد الاندفاع، ما كتبقاش تفكر وغير متقبله للعلاج. هاد السيده ما بغاتش تعالج، كان كيسحاب ليها بلي هادشي اللي كدير راه حاجه طبيعيه، ولكن هادشي اللي كدير راه كينتج عليه واحد العواقب اللي خايبه بزاف. وزيد عليها انها كتولي عنيفه مع الوقت، وكتحس بواحد الحاجه قويه ديال الانتقام. يعني انا فاش ما بقيتش كنجاوبها السيده تقلبات عليا وبغات تنتقم مني. قال لي يا باباها بلي هادشي كان كيتعاود في حياتها مع بزاف ديال العلاقات اللي سواء عاطفيه ولا صداقات، وطلب مني نسمح ليها وما نعيطش على البوليس، وقال لي بلي غادي يدير كل ما في جهده باش هادشي ما يتعاودش. المهم خليته هو يخلص باش يتبدل لي القفوله ديال الدار، وقلت ليه الا هي ما خرجتش من لابارتمون اللي في العماره باراده ديالها وفي اقرب وقت راه غادي نقدر نعيط للسانديكا وهما يعيطوا للبوليس. ووافقوا بجوج، ودابا هي خرجت رجعت تسكن مع والديها وتبعد مني بمره. وهنا كتسالي القصه ديالنا. قولوا لي كيفاش جاتكم، وقولوا لي الراي ديالكم في هاد السيده اللي ما كتقبلش العلاج، واش عمر وقع لكم بحال هكا ولا تلاقيتوا مع بنادم بحال هكا. لي مي نو ان كومنت. وكانت معكم رديت بالدارجه.